بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في قناتكم قناة حيدر الاقتصادي. في البداية لا تنسون بالله كل اشتراك ليصلكم منا كل جديد. أخوان إحنا الآن 16/1 درجة الحرارة 6 مئوي، بالليل باردة جدا، يعني تقارب الصفر مئوي. المزارع الآن كلها أوراقهم ساقطة، وبالشتاء هسه احنا نعدها يعني للموسم الجديد. التين يحب درجة الحرارة أخوان، الإنتاج صيفي. زراعته بالثاني تزرعه 15/2 من بداية الثاني أنت ازرع بالأرض وتحاول تغطيه، يعني شنو حتى ما العضد يابس إلى أن ترتفع درجة الحرارة. ذيك الساعة راح ينمو. وهاي الأشجار شوفوا هاي الأشجار شلون وضعنا لها السماد وشلون قلمناها وشلون راح نهيئها للموسم القادم. أخوان هذا حرقنا الأوراق في هذه المنطقة، وحرقنا الحشائش، الدخان كتني. أخوان زراعة التين تتطلب عمل، تتطلب مثابرة، مو فقط ازرع وروح، لأن شنو هو هذا كائن حي. وهاي ثمرة الجنة التين والزيتون. تين أسود عراقي يا أخواني يحتاج لعناية جدا، يعني أنت تكون تواكب وياه، مستمر وياه، عرفيت؟ لأن هاي الأشجار كلش راقية وأثمارها تشوفونها بالسوق غالية جدا. لهذا يتطلب من عندنا الرعاية المستمرة، ونكون احنا دائما متواصلين، خاصة تفيد مي هواي، تفيد مي ومتابعة. أخوان فأنتم تحاولون بشهر الثاني تزرعون الأشجار. هاي صار تقريبا 7 سنوات 8 سنوات هاي أشجار التين. أخوان التين ترى يعني معمر، من الأشجار المعمرة، تحب الخدمة، تحب العناية، تحب الطهارة، لأن هي مذكورة بالقرآن، لأن هي ثمرة التين والزيتون وطور سين. قسم الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا المحصول، ولهذا لازم منكم أن تعتنون بها عناية تامة ومركزة حتى شنو تحصلون وفرة بالإنتاج. هاي مزارعنا مزارع التين. هاي القسم اللي لابن عمي، والقسم اللي بصف شوفوا اللي ما منظف بعد ما مكمل همات أصلا راح إليه وراح نشتغله مثل هذا الشغل إن شاء الله. لا تنسونا بالله كل اشتراك ليصلكم منا كل جديد. أخوكم حيدر الاقتصادي، مع السلامة.